اهلا وسهلا بيكم في قناه سمسمه في المطبخ. معاكم اسماء سمسمه. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وندوس لايك حلو للفيديو. استنى تعليقاتكم الحلوه على فيديو النهارده هنفتح مع بعض الحصاله بتاعتي. المره اللي فاتت ما فتحتها كنت قبل ما اتجوز، وكانت على شكل دبدوب كده. المرة دي ده برطمان عادي اللي هو بتاع الخيار المخلل والحاجات دي. يعني مش شرط ان انت يبقى عندك حصالة، بس هي الفكرة كلها ان انت تحوشي الفلوس او تشيليها. انا بقالي قد ايه بحوش الفلوس دي؟ يعني بقالي داخلة في حوالي مثلا 3 سنين ولا حاجة، والله ما فاكرة كام بالظبط. انا اي فلوس كانت بتبقى باقيه معايا، مثلا نزلت مثلا جبت رز، جبت طلبات للبيت، جبت اي حاجه، بقى منك 5، بقى منك 10. كنت نازله مثلا بميزانيه معينه، مثلا بتجيبي حاجه الشهر مثلا ولقيتي عروض ووفرتي من مصاريف البيت مثلا 50 100 200، كنت بحطهم طبعا قبل ما الدنيا ما تغلى قوي كده. بعد كده طبعا بقى اللي في بقى 5 10 بقيت احطهم. فزي ما انتم شايفين كده، بصوا، اي فلوس كانت باقيه معايا كنت بحطها في بقى كل حاجه. يعني بصوا الفضيات كمان اهي، بصوا البرطمان فيه من كل ما لذ وطاب. الفكره بتاعت الفيديو بتاع النهارده هنعد مع بعض الفلوس بتاعتنا ونشوف الفلوس بتاعتنا قد ايه. بشارككم الفيديو عشان تاخدوا فكره. انتي باي برطمان باي حاجه عندك في البيت، انزلي جبتي كيلو رز مثلا ب30، لقيتيه مثلا عليه عرض ب25، بقى منك 5 جنيه حطيها. جبتي كيلو دقيق ب20 بدل 25، حطي ال5 جنيه. نزلتي جبتي مثلا لحمه مثلا وكان في تخفيضات او كده عشان خاطر العيد او اي حاجه وفاض منك 50، حطيها. اي حاجه فايضه منك وفرتيها حطيها. ما تقوليش لا مثلا دي 5 جنيه، دي 10 جنيه، ده تمن كيس شيبسي، ده تمن. هتلاقيه في الاخر جمع معاكي. يلا بينا نشوف اللي احنا جمعناه. وحصيدة اكتر من 3 سنين بنحوش فيهم، نشوف عملوا قد ايه. نفتح مع بعض كده ونشوف عاملين قد ايه. جاءت اللحظة الحاسمة. تن تن تن. بصوا المنظر اللي بيخروج ده، الفضيات بجد مش عارفة كام، وتوقعوا معايا يبقوا كام. يعني توقعوا معايا اللي احنا وفرنا كام. انا فرشة طبعا المصلية عشان خاطر انزل عليها الفلوس. يلا بينا. شو اول حاجة الفضية وقعت. بصوا بصوا منظر الفلوس وقت تقع. شقاية وتعب اهو. المال الحلال. في 10 جنيه ما كانتش عايزة تقع، او البرطمان فضى. ده كده كل اللي احنا جمعناه. بقالنا اكتر من 3 سنين بنجمع في الفلوس ده. تتوقعوا كام؟ يعني بجد مش عارفة كام بالظبط، يعني قولولي تتوقعوا كام. هنعد كل الفلوس مع بعض ونشوف طالعين كام يا ترى. هل ترى بصوا، في ميتينات وفي عشرات، هتلاقوا معظمهم عشرات. بصوا العشرات الجديدة اول ما طلعت 50، في 100، يعني ما شاء الله. في عشرينات، العشرينات الجديدة، خمسات اهي، في كل حاجة. الفضيات معانا. نجمع كل جزء كده لوحده ونعدهم، ولا نعده كله مع بعضه؟ قولولي، مش عارفة. بجد مش عارفة ابدأ منين. منظر مفرح قوي، اللي انت تحسي اللي انت عملتي انجاز في هذا الوضع وهذه الاحوال، اللي انت حوشتي. ان شاء الله حتى لو طلعوا كام، بس هم ما شاء الله شكلهم هيطلعوا فلوس كتير. مش عارفه اعمل بيهم ايه. اكيد هيعملوا حاجه، يعني مش عارفه هعمل بيهم ايه في الجو الحر ده. مش عارفه، يعني مش عارفه هجيب ايه. يعني نجيب مراوح ولا نجيب تكييف صحراوي؟ اكتبولي
بس دول بيتهيألي عمرهم ما هيجيبوا تكييف، التكييفات ب50,000 و20,000. احنا لسه ما وصلناش لليفن الوحش ده، احنا لسه على قد حالتنا. ف يعني نعد كده بقى ونشوف بقى طالعين كام، ونبدأ مع بعض كده. رجعت لكم تاني، ثبت الكاميرا عشان نبدأ نعد. بصوا احنا هنجمع الاول ايه، هنجمع الاول المبالغ لوحدها، هنجمع دول لوحدهم ونشوف كام. شو انا بجمع اهو، لقيت 100 بالجنيه، خمسينات اهو. يعني هنجمع ايه من الاكتر للاقل كده، نشوف هما كام. لقيت 200 جنيه اهو، 200 جنيه. في ايه تاني؟ في خمسينات تانية اهي، وادي كمان 100، 250، في 100 جنيه. شو والله عاملين انجاز يا جماعة بجد، اعملوا كده يعني. اي نعم انا عارفة ان الفكة كتير. لقيت 200 تانية اهي، عارفة ان الفكة بتبقى كتير، بس يعني على مدار فترة طويلة هتلاقي نفسك مجمعة مبلغ انت اساسا يعني كنت ممكن مثلا تصرفيهم على حاجات تانية، فكده احسن. هبدأ بقى، متهيألي مفيش تاني ارقام عالية. دول عشرينات اهو، في ثواني في 100 جنيه اهي، 100 جنيه. عارفة الكادر اهو، بصوا جاي كله. في تاني فلوس، في 200 جنيه اهي. نبدأ بقى نلم بقى العشرينات اهو، بلم كده كل بقى الفلوس اهو. ادي 20 كمان، في 50، لقيت 50، لقيت 50، في 100. ثواني، في 100 كمان اهي اهو، لقيتهم. بصوا مش عارفة لغاية دلوقتي دول كده عاملين كام، احنا لسه بنلم. ادي العشرينات، انا بجمع كله مع بعضه يعني، بجد مش عارفة هما طالعين كام بالظبط، بس بحاول ان انا الم على قد ما اقدر العشرينات، وبحاول الم على قد ما اقدر كل الفكة، بحيث ان الدنيا كلها ايه نبقى عارفين بالظبط. واعد معاكم احنا عملنا قد ايه. المرة الجاية لو الفيديو عجبكم اصور لكم كل مرة في الروتين الفلوس وانا بحطها قد ايه، ونشوف مع بعض البرطمان هو بيتملي من اول ما اتملى لغاية لما ايه، لما نيجي نفتحه كده مع بعض، عشان تشاركوا معايا كل جديد وكل حاجة انا بعملها. مش عارفة انا مش في عشرينات تانية اهو، في عشرينات تانية اهي، في 20 تانية. مش عارفة انا بدور اهو معاكم والله على عشرينات تانية. في 100 جنيه، لقيت 100 جنيه، كنت فاكراها 20. لقيت 100 جنيه تانية اهي، حطوها هنا مع الميات. 20 جنيه. نلم بقى كده عشرات، عشرات. العشرات دي كلها ساعة ما العشرات الجديدة كانت طالعة، كان الواحد بيفكها، كانت طالعة قبل العيد الصغير، مش العيد ده، العيد اللي قبله يعني، مش عيد 2023 تقريبا ولا 22، والله ما فاكرة. كنت فاكة منها فلوس كتير عشان كنا بندي منها عيديات ساعتها للعيال وكده. فكل بقى اللي فضل مني من الفكة جمعته كده. معلش بقى سامحوني لو الفيديو طويل وانا بتكلم كتير، بس انا بشارككم كل حاجة ومرضتش افصل الفيديو عشان تبقوا شايفين كل حاجة. بصوا لغاية دلوقتي عاملين قد ايه، بسم الله ما شاء الله، ما يحسد المال اللي صابه. بس عاملين
عاملين فلوس حلوة يعني، عاملين حاجات حلوة اهو. لمينا العشرات كده كلها. هنلم بقى ايه بعد كده الخمسات، هما اللي فاضلين خلاص اهم. بعد كده بقى في بقى الجنيهات. شوف الجنيهات قد ايه، في 20 جنيه اهي، وادي 20 جنيه كمان. نرجعهم بقى كده مع العشرينات. العشرينات دي اللي جابها كده. مش ابني بينمر على الجنيهات من دلوقتي. نعدهم من الاول يا سلام واشوف هيبقوا كام. بس يا ماما ماشي. كم؟ 1 2 3 4. احنا لسه ما عديناش بقى، لسه هنعد اهو نشوف كام وخد اللي انت عايزه. وديهم تاني. حاضر. اخد الفلوس بتاعتي. ماشي. خد الجنيه بتاعتي. هو عايز ياخد كل الجنيهات، خلاص بقت بتاعته الجنيهات. بلم اهو كده كل الخمسات. بصوا ما شاء الله، ده كده فلوس اهي كلها اللي احنا عملناها. بجد الموضوع حلو قوي. ان شاء الله المره الجايه يبقى البرطمان اكبر. وعدتكم قبل ما اتجوز، ساعه ما كنت فتحت الحصاله قبل الجواز، لما كنت محتاجه فلوس، مش فاكره كانوا 1700 تقريبا كانوا طالعين، او 1800 حاجه زي كده، مش فاكره والله بجد. الكلام ده من 5 سنين. قلت لكم هعمل حصاله تانية ان شاء الله واجمعها، وبعد 5 سنين اهو بصوا يعني دول بقالهم اكتر من 3 سنين عشان اعمل دول. قاعدين فترة طويلة، بس اعتبري نفسك اللي انت بتحوشي مع نفسك حاجات بسيطة هيجمعوا معاكي مبلغ. خلاص بصوا مش عارفة بجد اعدهم ازاي، بس هنعد مع بعض، وكل حد يكتب في التعليقات هو توقع المبلغ يبقى كام، ونشوف مين اللي هيطلع صح. خلي بقى الجنيهات كده اهو، خلي بقى الجنيهات. فرطت كل الفلوسات، مفيش اي كده اي حاجة خلاص. دول كده، دي كده كلها الجنيهات اللي معانا، فلوس اهي كلها. نبدأ بقى ايه، جاءت اللحظة الحاسمة، نبدأ نعد. دي 1 2 3 4، دول كده 800 900 1000 1100 و200 و300 و400 و500 و600 و700 و800 850 1850. دول اللي هما الفلوس المجمدة اهم 1850. نعد بقى ايه العشرينات. ادي 2 4 5 دي 100. احنا كده 1850 ودي 100 1950 1950 1950. وادي 1 2 3 4 5. قول قلنا 1950 كده 2050 صح. 1950 و100 يبقى 2050. قول 2100 ونبقى نشوف 50 بعدين. بص 50 20 جنيه قديمة ازاي. 1 2 4 5 كده و300 و200 و200 300 و400 و400 و500 كده 2500. نعد بقى ايه كده العشرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. دول كده 500 وهناك 2300، يعني كده 2800 لغاية دلوقتي. دول كده هم 2800. وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يعني 140 جنيه. 140 جنيه و2800. كان عندنا 50 جنيه احنا كنا مزودينهم، دي 5 ادي 2 4 ادي 5 كده، يبقى 2900. يبقوا دول كده 2900. كل الورق اللي احنا عديناه 2900. نعد بقى ايه الفضية ونشوف اللي باقي معانا كده في الفضية كام. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. متوقعين مين اللي توقع صح؟ قولولي مين اللي توقع صح. الفلوس اهي كلها عديناها معاكم، كلها طلعت 2850 صح كده؟ 2950 يعني كان فاضل لهم 50 جنيه ونجيب 3000 جنيه. الحمد لله، الف حمد والف شكر. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. عدينا كل الفلوس مع بعض اهو، كل حاجه. ان شاء الله بقى قولولي في التعليقات هنعمل بيهم ايه كده، واقترحوا عليا وانا هقرا كل التعليقات. هستناكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. كان معكم اسماء سمسمه من قناه سمسمه في المطبخ. وبجد المبلغ ما كانش متوقع، وبجد انا اتبسطت جدا ان انا شاركتكم معايا التجربه بتاعتي. والبرطمان ده هو اللي كان فيه كل الفلوس، يعتبر الحصاله بتاعتي. ان شاء الله المره الجايه هنعمل اكتر، والمره الجايه ممكن نعمل قاروره ميه كامله نحوش فيها كل الفلوس. فلو عايزين ده ابعتولي وقولولي في التعليقات. وسالم قاعد ابني مستني عشان خاطر عايز يشوف هياخد ايه، هياخد نصيبه في الفلوس. هتاخد نصيبك يا سالم؟ ماشي. باخد ايه؟ انت عايز تاخد ايه؟ دي ودي ودي مسونة والفئة الكبيرة. انت تاخد ده كله؟ وده وده. هياخد كل دول. خلاص كده هو سالم خد كل نصيبه كده من الفلوس. يلا اشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامة. مع السلامة.